نام هذا الرجل لمدة 500 سنة كاملة، وعندما استيقظ أخيرا رأى أن العالم من حوله قد تغير تماما. كانت المباني تقف بطرق غريبة مدعومة بالحبال، وكانت السيارات تتساقط من العديد من الجسور المكسورة. بقلق خرج إلى الشارع وحاول سؤال الناس عما يحدث، لكن بدلا من فهمه بدأ الناس بمهاجمته. بعد فترة شعر بعطش شديد، ذهب إلى صنبور ليشرب الماء، لكن بدلا من الماء خرج صودا خضراء. ثم التقط صحيفة كانت ملقاة على الأرض، ورأى أن السنة هي 235، وإدراكا منه لغرابة الأمور ظن أنه ربما يحتاج للذهاب إلى المستشفى. ولكن في الطريق أوقفته الشرطة، لم يكن هناك رمز تعريف على يده، لذلك اعتقلته الشرطة وأخذ إلى المحكمة وهو داخل قفص. كان القاضي هناك غبيا بنفس القدر، دون أن يستمع إلى كلمة واحدة مما يقوله. أعلن القاضي أنه مذنب. كان الناس في قاعة المحكمة يصفقون وكأن هناك حفلة، ولم يهتم أحد بالاستماع إليه. بعد ذلك وضعه حارس السجن طوقا حول رقبته وأخذه إلى داخل مبنى. قبل دخول السجن كان على كل شخص أن يجتاز اختبار الذكاء. كان السؤال بسيطا: إذا كان هناك دلاء يحتوي أحدها على جالونين من الماء والآخر يحتوي على 5 جالونات، كم عدد الدلاء الإجمالي؟ كانت الإجابة هي 2. وأظهر بساطة السؤال بوضوح أن الناس بعد 500 سنة أصبحوا أكثر حماقة مما كانوا عليه من قبل، وكان هو الوحيد الذي أجاب بشكل صحيح. في يومه الأول في السجن خطط للهروب، تظاهر بالبكاء أمام حارس السجن وقال إن اليوم هو يوم إطلاق سراحه. صدق الحارس كلامه، ولكن بمجرد أن خرج تم القبض عليه مرة أخرى. هذه المرة أخذ مباشرة إلى الرئيس. اندهش الرئيس من ذكائه وعينه كوزير للداخلية. كانت مهمته معرفة سبب عدم نمو المحاصيل في الحقول، وعندما وصل إلى الحقول رأى الرشاشات تعمل، لكن بدلا من الماء كان يخرج منها صودا. عندها أدرك أن الناس أصبحوا يعتبرون الصودا نظيفة ويستخدمون الماء فقط للحمامات. كان هذا سبب عدم نمو المحاصيل. أمسك الصودا بيدي والماء باليد الأخرى، وكذب مدعيا أنه يستطيع التحدث إلى النباتات، وأخبر الناس أن النباتات نفسها تطلب الماء. نجحت خدعته ووافق الرئيس، وبدأ استخدام الماء بدلا من الصودا في النظام بأكمله. لكن حتى بعد شهر بقيت الأرض قاحلة. في صباح اليوم التالي تجمع الآلاف من الناس خارج منزله، فقد أدى قراره باستخدام الماء في الزراعة إلى انخفاض مبيعات الصودا وفقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم. كعقاب أرسله الرئيس إلى حلب، حيث كان عليه مواجهة مركبتين مدرعتين كبيرتين، ثم عرض على الشاشة فيديو للمحاصيل وهي تنمو في الحقول. صمت الملعب بأكمله، وعندما رأى الرئيس ذلك عفى عنه.